معانا النهاردة مصارعين قاموا بتحدي بروك ليزنر لكنهم فشلوا وأصيبوا بكسور وهزموا شر هزيمة. بس قبل ما نبدأ، لو بتحب النوعية من الفيديوهات دي ادعمنا بلايك واشتراك القناة. المصارع الأول تريبل اتش. طبعا عارفين العداوة اللي حصلت بين تريبل اتش وبروك ليزنر. بروك ليزنر قدر يكسر دراع تريبل اتش مرتين وخلاه يستسلم في عروض الصيف، والمباراة اللي حصلت بينهم في اكستريم 2013 واللي حصل في نهاية المباراة تريبل اتش كان هيمسك المطرقة، راح بول هيمن ضربه تحت الحزام عشان بروك ليزنر يمسك المطرقة من تريبل اتش ويضربه بيها، وبعد كده نفذ حركة الفينش بتاعته A5 عشان يقدر ينهي المباراة بيها. اما المصارع التاني هو هاردكول هولي. المباراة دي كانت بروك ليزنر مسيطر فيها الاول، واثناء المباراة كسر بروك ليزنر رقبة هولي بعد حركة خاطئة ابعدته على الحلبات لمدة سنة كاملة. وبعد عودة هولي مرة تانية تحدى بروك ليزنر على حزام WWE في مهرجان رويال رامبل 2004 عشان يقدر ينتقم، لكن بروك ليزنر برضه يهزمه في اقل من 7 دقائق ويفوز في المباراة. اما المرة دي كانت في UFC لما هزم بروك ليزنر شين كارولين وتوج لبطل UFC، وتعرض كارولين لعدة إصابات وخضع لعمليات جراحية عشان بعد كده ينهي مسيرته في UFC. المصارع الثالث هو هالك هوجن اللي تعرض لكمية من الضرب والتعذيب مع مباراته مع بروك ليزنر، وده كان في 8 أغسطس في 2002. بروك ليزنر كان المصارع الثاني اللي يهزم هالك هوجن، وكانت بحركة إقطاع اسمها عناق الدب عشان يخسر هوجن المباراة ويواجه بعد كده بروك ليزنر ذا روك على لقب WWE، ويتوج ايضا ببطل WWE في سمر سلام. اما المصارع الرابع هو اللي مفيش حد قدر يهزمه في الراسلمانيا ابدا، وهو الاندرتيكر، لكن بعد مباراة طويلة بينه وبين بروك ليزنر قدر بروك ليزنر يسحب منه اللقب ويفوز على الاندرتيكر، ودي كانت لأول مرة في تاريخه. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناة. السلام عليكم.